عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى عملنا بقى ايه في فطار النهاردة؟ إيه، عملنا هنا رز بصيادية، ومعانا هنا سمك، وقلينا بطاطس، وعملنا شوية سلطة، وعملنا هنا شوية عصير إيه برتقان. يعني الفيديو النهارده بسيط خالص. هنعمل بقى ايه تكايه كده بقى للدقه بتاعه السمك وحاجه حبه حاجات كده مع بعضنا. يلا بينا بقى ايه نشوف الطريقه ونشوف الوصفه النهارده. متنسونيش في كومنت حلو، اشتراك في القناه، ولايك حلو منكم. يلا بينا بقى على الوصفه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعمل مع بعض النهاردة بقى إيه يعني خلطة كده تعتمديها لأي حاجة، لبدنجان، لسمك، أي حاجة، أي من الحاجات اللي بتحتاج دقة. إيه تستعمليها تبقى حلوة معاكي قوي، وتعملي منها كمية وتحطها في التلاجة. إيه لسمك، إيه البدنجان، أي حاجة من الحاجات دي تبقى حلوة معاكي قوي. يعني وتبقى معاكي جميلة قوي، يعني هتبقى كده روعة. معانا هنا طبق فيه كزبرة، كمون، إيه ملح. تمام يا بنات. معايا هنا رز توم وشوية فلفل احمر، وكان عندي قرنين احمر كده جبتهم. معايا معلقة خل كبيرة، معايا معلقة ليمون، عصرة ليمونتين كده اهو. تمام يا بنات. ابدا بقى افضي كل الكميه دي في الكبه بتاعتي هنا، واضربها وارجع لكم تاني. انا هنا بفضي بقى كميه الفلفل اللي معايا كلها بالشكل ده. اوريكم بس انا بعمل الكميه كلها. هنا راس الثوم، ومعايا هنا معلقه الخل الكبيره، معلقه الليمون. طبعا بقى البدنجان والسمك روحهم الكمون والكزبره. حطينا معلقه كبيره من دي ومعلقه كبيره. انا هضربها بقى وارجع تاني. انا هنا بنات ضربتها. ابدا بقى انزل فيها كده في البوله بالشكل ده. حاجه كده من الاخر كده، يعني تعتمدها عندك. لبدنجان، سمك، اي حاجه تحتاج ان هي تتحدق تبقى حلوه قوي معاكي. ولو بتعملي جمبري تحطي منها على الجمبري، الطاجن جمبري في الفرن يبقى حلوه قوي وتبقى جميله قوي معاكي. يعني تحطها بقى في برطمان كده ازاز وتسيبها في التلاجة، توفر على نفسك الوقت. يعني جبتي سمك مش كل مره تجيبي فيها سمك تقعدي تعملي فيها دقه. دي تريحك قوي قوي مع السمك. طبعا احنا عملنا الدقه بتاعتنا، ومعانا هنا السمك بتاعنا اهو. بسم الله ما شاء الله، غسلينه وزي الفل معانا ما شاء الله عليه. ابدا بقى هحدقه، بس هاخد كميه كده على قد السمك في طبق تاني عشان ما زفرش الكميه كلها. تمام يا بنات. انا هنا نقصت شويه هنا بقى على قد السمك اللي انا هعمله. تمام يا بنات. ابدا بقى السمك بتاعي اهو احدقه بالشكل ده كده. هديها بس اقطعها بس من الجناب كده، عشان ابدا برضو ادخل فيها من الحشوه، عشان السمكه تشرب من الدقه حلو. انا بعمل بس بقى السمكه الكبيره، لان انا جايباها السمك ده كله في بعضه كده يعني. بسم الله ما شاء الله. يعني الدقه ديت جميله قوي وحلوه. نبدأ بقى نحدق بيها السمك بالشكل ده كده، والكمية بتاعت السمك بتاعتنا كلها أبدأ أدخلها من هنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
تغيير اكل بقى في الصيام. كل سنة وانتم طيبين. الايام الحلوة عمالة تعدي مننا على طول ما شاء الله. يعني رمضان ايه ضيف كده عزيز علينا كلنا، بيعدي مننا ايه يجري. بقية الدقة دي انا هحطها على السمك برضو من فوق كده يا بنات. تنظيف السمك يا بنات سهل جدا، مفيهوش اي حاجة، لان في بنات كتير قوي اعرف ان هي بتتضايق من تنظيف السمك. يعني تنظيفه سهل خالص، مفيهوش اي حاجة. كده بقى ايه احنا خلصنا الكمية اللي معانا كلها بالشكل ده. اجيبها تاني ايه على الصينية الكبيرة. سيبوا بقى بالخلطة الجبارة بتاعتنا دي شوية على ما اجي ايه نقليه هنا بنات. وبكده بقى حدقنا السمك بتاعنا اهوت يا بنات بالخلطة اللي عملناها مع بعض. وهعين بقية الخلطة في بطرمان في التلاجة. معانا هنا بقى حلة اخرط فيها البصلاية كده عشان نعمل بقى ايه رز الصيادية بتاعنا بتكة المحلات كده، يطلع بني معاكي. وهقول لك يطلع اللون الحلو ده ازاي. خليكي معايا كده لاخر الفيديو وهتستفيدوا باذن الله. تمام يا حبايب قلبي. انا معايا البصله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ايه خلطت البصلايه اهو بالشكل ده. يا بنات في هنا حته كبيره كده ايه اصغرها بالشكل ده. انزل بقى عليها كده شويه زيت تمام يا بنات وايه ومكعب زبده بس كده. انا هنا اهو نزلت بشويه زيت مكعب زبده. سيب البصله تحت لما تاخد لون البني كده عشان ايه الرز بتاعنا يدي اللون الحلو البني، رز الصياديه. تمام يا بنات. يا بنات هي خلت اللون البني اهو. هنزل بقى ايه بالميه كده. اهم حاجه بقى الميه دي تغلي معايا قوي. انزل بقى بالملح كمان كده يا بنات. ده غلوه لازم الحركه بتاعت انك انت تحطي الميه وتسيبيها لما تغلي في بعضها عشان لما تحطي الرز اللون كله يجي بقى ايه معاكي في الرز يبقى اللون البني الحلو ده كده. بقى يا بنات الميه غلت معايا اهي ومعايا رز انا غسلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى بكميه الرز بتاعتنا كده بالشكل ده. نقلب الرز بتاعنا ونشوف العقد بتاعنا بقى ونشوف ايه ونشوف العقد بتاعنا. لا هو كده مش عايز اي حاجه. بسم الله ما شاء الله كده حلو قوي معانا. سيبه بقى ايه يغلي غلوه ونوطي عليه. تمام يا بنات كده الرز بتاعنا خلص معانا. انا بقى دي يا بنات انا حطيت عليه شويه كمون. عايزه بقى تحط عليه شويه كاري ممكن اللي انت ايه حباه. تمام. ناخد بقى ايه السمك بتاعنا ونعفره بقى كده بالدقيق. نسيبه في الدقيق شويه لحد ما نيجي ايه نستعمله ونقليه. تمام. ناخد بقى ايه نعمل الكميه بتاعتنا كلها ونقليها مره ايه واحده. تمام يا بنات. حابه تحطي بقى كاري بيديله اللون الحلو بس انا ايه مش هحط، بس هيديني برضو اللون الحلو الاصفر الجميل الذهبي بتاع لون السمك الحلو بتاعنا. نعمل الاكل بتاعنا النهارده عادي وما فيهوش اي توابل زياده ولا اي حاجه. السمك العادي اللي طول عمرنا بنعمله بالطعم وريحه زمان كده الحلوه
ما بنعملش فيه اي تكات، عادية خالص، وهيطلع معاكي حلو ومقرمش. خلاص بقت الكمية كلها، بعدين نبدأ نقليه. هنا بقى يا بنات انا حاطه هنا طاسه للسمك وفيها ليمونه، وهنا الطاسه ايه اللي ايه هنقلي شويه بطاطس كمان كده تبع التحابيش بتاعه السمك. نبدأ بقى يا بنات ايه نقلي بقى في السمك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلي البوتاجاز بتاعنا شويه بالشكل ده. وبكده بقى يا بنات بسم الله ما شاء الله خلصنا السمك بتاعنا، وهنا الرز بتاعنا هوت اللون البني الجميل ما شاء الله عليه، وهنا السلطة وهنا بطاطس. ويعني إيه كان الاكل بتاعنا النهارده بسيط ما فيهوش اي حاجه، وعملنا بدنجانتين كده لقيتهم في التلاجة جنب السمك بتاعنا. وبكده بقى الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان عجبكم تنسونوش في لايك كومنت حلو واشتراك في القناه. بحبكم في الله، احلى متابعين.